اول مكالمة بتعملها للعميل اللي انت عايز تتواصل معاه وتفتح معاه بيزنس ليها اهداف تانية غير هدف ان انت تبيع له، ولازم كبروفيشنال سيلز ان بي تو بي تبقى فاهم ده، لان الاوبجيكتيف الاساسي في البي تو بي سيلز ان انت تبيلد لونج تيرم اوف ريليشن شيب ما بينك وما بين العملاء، مش ان انت تبيع وتجري، مش ان انت تبيع وخلاص. لا، انت عايز تبيلد ريليشن، الريليشن دي يترتب عليها تكرار عمليات بيع متتالية مع نفس العميل. يبقى اكيد مش في اول مكالمة هروح ابين للعميل واقول له انا جاي ابيع لك. يبقى اكيد مش في اول مكالمة هبتدي اشتغل على فكرة ان انا اطلع الاحتياج اللي موجود عنده. يبقى اكيد مش في اول مكالمة هبقى مركز على اوبجيكتيف غير الاوبجيكتيف الاساسي بتاع اول مكالمة. للمكالمة الأولى مجموعة من الأهداف. إيه هي الأهداف دي؟ يلا بينا نشوف. أول مكالمة بتعملها للعميل بتبقى مكالمة بتتعمل في المرحلة اللي تسمى الكاستمر كونكشن فيز، دي الفيز نمبر 2 من السيلز بروسيس. الكاستمر كونكشن فيز هي مرحلة مبنية على فكرة إن أنت عملت الاكسرسايز بتاعك في البروسبكتنج فيز، اكسرسايز مظبوط جدا، عملت بروفايلنج للعميل وعرفت تفاصيل ليها علاقه بالعميل، وبتبتدي دلوقتي تعمل كوميونيكيشن او كونكشن عشان توصل لمين؟ توصل للديسيجن ميكر اللي جوه الشركه اللي انت عايز تجيت بزنس منه. عشان تبقى بروفيشنال سيلز محتاج تعرف ايه هي اهداف اول مكالمه بتعملها مع العميل او مع الكونتاكت بيرسون اللي موجود جوه الشركه. اهداف اول مكالمه هي عباره عن الاتي: اول حاجه introduce yourself in a good way. تاني حاجه know who is your buyer، دي ام decision maker. فيبقى كده انت رافع سماعة التليفون عشان تكلم العميل ده، عشان انت اللي تعرف نفسك، تعرف شركتك، مش متصل عشان تجيت نيد او تجيت بيزنس من المكان. تاني حاجة انت هتعرف نفسك لمين وهتعرف شركتك لمين؟ للدي ام، للديسيشن ميكر. فانت محتاج تعرف اصلا مين هو الديسيشن ميكر، مين هو الشخص اللي انت هتجيت البيزنس منه، مين هو الشخص المسؤول عن اتخاذ قرار في البيعة اللي انت جاي تقدمها، عشان لما تبتدي تبيع يبقى بتبيع للشخص الصح، ما بتهدرش وقتك مع شخص غلط. عشان تعرف نفسك بشكل صح محتاج تمشي على التشيك ليست دي. انت مين؟ ايه هي الشركة اللي انت بتمثلها؟ ايه هو البيزنس اللي الشركة اللي انت بتمثلها بتقدمه؟ طب هي بتقدم البيزنس بتاعها ده بشكل عامل ازاي؟ خلي بالك قبل ما تعمل ده لازم تعمل خطوتين مهمين جدا. اول حاجة تاسك فور بيرميشن من الشخص اللي انت بتكلمه ان انت تكمل في المعلومات دي. وقتك يسمح نقدر اتكلم معاك في شوية تفاصيل ليها علاقة بالشركة اللي انا بمثلها. تاني حاجة لازم تتأكد ان الشخص ده هو ديسيجن ميكر. وبكده يبقى انت قدرت اول مكالمة ليك مع العميل بشكل بعيد عن فكرة ان انت عايز تبيع له. لا، انا عايز اتعرف عليه، انا عايز ابيلد ريليشن معاه، انا عايز يبقى في حلقة تواصل ما بيني وما بينه. هي دي اهم اهداف اول مكالمة مع العميل.